لو عربيتك عطلت منك فجأة وانت ماشي تعمل ايه؟ زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات وعرفتك موتور العربية بيشتغل ازاي. ما انت لو متابعني كنت شفته. موتور العربية عشان يشتغل بيحتاج 3 حاجات أساسية: بنزين وهواء عشان يساعد في الاشتعال زي ما خدنا في حصة العلوم، ومصدر اشتعال اللي هي الشرارة اللي تطلع من البوجيه. يعني لما عربيتك تعطل فجأة يبقى انت عندك مشكلة في ال3 حاجات دول. خلي البنزين والهواء على جنب دلوقتي وتعالى نشوف الشرارة. أول حاجة تعملها وانت عطلان تشوف الموبينة مطلعة كهرباء للبوجيهات ولا لا. طب ازاي يا عمده؟ تشيل اي سلك من سلوك البوجيهات وتقربه من اي مكان معدن في جسم العربيه وتلف المارش كانك بتدور العربيه وتشوف السلك ده هيطلع شراره ولا لا. لو السلك مطلع شراره زرقاء يبقى انت كده ما عندكش مشكله في الكهرباء والموبينه مطلعه كهرباء للبوجيهات. وكون حريص وانت ماسك السلك ان انت تمسكه ببنسه او ما تكونش لامس جسم العربيه خالص عشان الكهرباء بتاعته بتكون شديده جدا وما تكهربكش. طيب ولو عملت كده وما لقيتش شراره في عربيتك يبقى هي دي المشكله اللي معطله العربيه. الشراره دي اصلا بتيجي منين؟ الكهرباء دي اصلا بتيجي من الكنترول عن طريق نبضه كهرباء بتوصل للموبينه. الموبينه بتقوي النبضه دي او بتقوي الكهرباء دي وتطلعها للبوجيهات فتشوفها على شكل الشراره اللي انت بتشوفه. الكنترول بيطلع النبضه دي عن طريق قرايته لحساس الكرنك. ما انت لو متابعني كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت شرحت لك الحساسات وكل الكلام ده. يعني عدم وجود الشراره ده يا اما الموبينه عندك بايظه يا اما الكنترول نفسه فيه مشكله ما بيطلعش النبضه للموبينه يا اما فيوز الاي جي ان اللي هو اصلا مسؤول عن الاشتعال في الكنترول يا اما حساس الكرنك وده اكتر سبب منتشر. عشان كده قلت لك خلي معاك حساس كرنك احتياطي في شنطه عربيتك. كده انت عرفت كل الاسباب اللي ممكن تخلي الشراره تقطع في عربيتك. اعمل لايك ومتابعه وفي الفيديوهات الجايه هعرفك ازاي تكشف على الموبينه والفيوزات وتوصل للعطل وتصلحه.